عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أول يوم رمضان. أهلا بكم في قناة المتواضعة، قناة طبخة وشنطة مع هبة. النهاردة هنعمل مع بعض بط، بس مش ومحشي زي ما الشعب المصري كله عامل، لأ. هعمل جنبها صينية رز معمر وشوية شوربة خضار، بس كده. تعالوا نشوف البط هنعمله ازاي مع بعض. دي التوابل اللي أنا هستخدمها في تتبيلة البط. هجيب 3 بصلات احطهم في الخلاط، عليهم عصرة ليمون، حط بهارات 7 بهارات، توم بودر، كمون، فلفل اسود، وسنة قرفة صغيرة بتفرق في الطعم، وافرم ده كله مع بعض. وشوية ملح طبعا، معلش. طبعا انا غاسله البط كويس جدا وكنت نقعاه في ليمون ودقيق وصفيته كويس جدا. همسك البطايه بقى، احشي واحده فيها كميه بصل كتير واقفلها بالسكوتش تيب، وادعك ببقيه البصل البطتين. هعمل واحده محشيه بالبصل والتانيه لا. هجهز الميه اللي هسلق فيها البط، طبعا ملح، ورق لوري، طماطم، جزر، فلفل اسود حب، انا بتكلم على الفلفل الاخضر، حبهان، زعتر، روزماري. هغطي الحله، احط فيها البط بقى اللي انا متبلاه بالبصل بتاعنا. انا هنا هعمل الرز المعير، انا بعايره برضو. بحط الرز اقل من نص الصينيه شويه. الصينيه دي خدت 6 كوبايات رز، مج الشاي. انا بجيب الرز اغسله كويس جدا واحط له ملح مفيش غيره، وبقلب فيه معلقتين زيت عشان يخليه بيلمع وبيفرفر كده. تمام. وبعد كده اضيف اللبن. هو خد مني 1.4 كيلو لبن وشوية مية صغيرين خالص. 1.4 كيلو لبن وشوية مية صغيرين على الصينية دي. 6 كوبايات رز مج الشاي. قلب كويس قوي لغاية اما ارتفاع اللبن يبقى زيادة عن الرز حوالي 1.5 سم. هحطه في أرضية الفرن واولع الشواية. تمام. هفتح هلاقي زي ما انتوا شايفين الرز بسم الله ما شاء الله لسه ما اتشربش، بس عمل وش. هقفل عليه تاني لحد ما يتشرب. انا هسيح بقى للرز ده 2 أو 3 معلقة سمنة بلدي، لاني انا ما بضيفش سمنة في اول الرز، واضيفه زي ما انتوا شايفين، وانزل بالمعلقة كده اغرز في الرز عشان السمنة تدخل جوه، واكمل سواه وادخله دقيقتين تحت يكمل شوية كده بالسمنة، وبعد كده برفعه فوق على نار هادية زي سوى الرز العادي جدا. بسم الله الله اكبر. شفتوا الجمال؟ دي صينية الرز المعمر بتاعتنا. الف هنا وشفا. وده البط بتاعنا اللي استوى. هطلعه من الشوربة بعد ما استوى بقى زي الفل. زي ما انتوا شايفين معايا، بسم الله ما شاء الله. تعالوا نعمل مع بعض شوربة الخضار. انا باخد تنتوفة صغنونة قوي سمنة، وده الخضار اللي احنا هنعمله. دي طريقتي مختلفة شوية. معلقة بصل مع الجزرة والبسلة واشوحهم شوية في تنتوفة السمنة، واضيف لما ريحة البصل تطلع الشوربة لحد ما البسلة والجزر يستووا نص سوا. زي ما انتوا شايفين الجزر استوى نص سوا. اضيف بقية المكونات، فلفل وكوسة وبطاطس، بس كده لحد ما يستوي. انا هحمر بطايه في الزيت على النار، وهدخل واحده اللي هي محشيه بصل الفرن على الشوايه. انا دهنتها عندي كيسين كاتشب عليهم شويه ملح متبل وخل، ودهنت بيهم ودخلتهم الفرن، وشويه سلطه خضراء وشوربه الخضار. وزي ما انتوا شايفين دي سفرتنا النهارده.
حاجة بسيطة بس كان طعمها في منتهى الجمال. ألف هنا وشفا على اللي هياكلوا. كل سنة وانتوا طيبين، رضا ونعمة، الحمد لله. يجعله يا رب رمضان مبارك على الجميع، والسلام عليكم.